قرار لا يصدق من فلورنتينو بيريز حول قضية فينيسيوس جونيور. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الملكي ريال مدريد فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رسالة حاسمة إلى المسؤولين في الكرة الإسبانية بعد تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات عنصرية في مواجهة فالنسيا الأحد الماضي بالليغا، قبل أن تنفجر أزمة في الملعب ويطرد النجم البرازيلي في الدقيقة 98 بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الخفافيش. وقال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: أؤكد أن ريال مدريد لن يتسامح مع حوادث العنصرية التي تحدث مع لاعبينا. يجب تغيير هيكل التحكيم بحيث لا يتم إلقاء المسؤولية على الضحية كما يحدث الآن. برشلونة ينافس ريال مدريد للحصول على خدمات لاعب برتغالي. كشفت صحيفة سبورت أن لاعب بايرن ميونخ جواو كانسيلو والمعار حاليا من مانشستر سيتي دخل أجندة برشلونة لتدعيم مركز الظهير الأيمن. وأشارت الصحيفة إلى أن كانسيلو هو الخيار الأول لبرشلونة، رغم أن النادي الإسباني يعلم رفض المان سيتي للتفاوض على تركه على سبيل الإعارة. وأوضحت التقارير أن بايرن ميونخ لا ينوي شراء كانسيلو بشكل نهائي، ولذلك سيعود الأخر إلى مانشستر سيتي وسط اهتمام ريال مدريد وأرسنال.